جالي تعليق حلو قوي من الاستاذ محمد سليمان بيقول لي كده رشيد بتمن الغله مغذيات يا برنس، يعني اللي هبيع بيه غله هوديه لي بتاع المبيدات. يعني انت كمان بتاخد اجل مش كاش كمان. ماشي يا استاذ محمد يا سليمان. عموما احنا عملنا فيديو قبل كده عن رش ورقي لتسميد الجمح، لرش الجمح من زراعة الحصاد، منهم الحشائش، منهم الفطري، منهم المغذيات، حوالي من 7 ل 10 رشات. تمام. فالراجل ده بيعلق بيقول لي انت كده هنبيه. ما انا فعلا هنرش الحاجات دي. انت ممكن ترش وممكن ما ترشش. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زرع الجمح في مصر من الزراعة حتى الحصاد. وموضوعنا النهاردة موضوع يعني كويس نوعا ما، بناء على تعليق حد من المتابعين. هو تعليق بصراحة عجبني للأمانة. فبيقول لي الراجل ايه؟ انا بقول له دراسة جدوى او رش ورقي للجمح من اول الزراعة حتى الحصاد، حوالي يعني هنقول 10 رشات باستثناء، يعني الجمح عندك هنرش في حوالي 10 رشات باستثناء لو في حاجات تانية اضافية، مثلا صبا مش عارف ايه كلام من ده. فاحنا عاملين تحسبا لكده، عاملينها مثلا حوالي 7 8 رشات. والله النبات بيحتاجهم، مش هقول لك مش بيحتاجهم. في حاله ظل برضو مثلا انت ما انتش هتحط تسميد بوتاسيوم، فاحنا معوضينه برش بوتاسيوم مع عناصر صغرى، حاجات انت ما بتضيفهاش اصلا، فاحنا بنعوض نبات بالحاجات دي. هو الجمح بيحتاج الحاجات دي؟ ها، في ظل الظروف الجويه ديت؟ ايوه محتاج. في ظل الجو والرطوبه والكلام ده بدأ الجمح يحتاج. زي ما انتم ملاحظين اليومين دولت الاصفرار ومش اصفرار ده انت بترش مره واثنين وثلاثه عشان الجمح يقوم يجيب نفسه. بس هذا خلال 15 يوم ولا 20 يوم من راوم بعد رد المحياه ممكن ترش رشتين ثلاثه يا استاذ محمد يا سليمان. تمام. انا والله انا ما عنديش مشكله، بس انت وصلى على النبي. احيانا احنا كناس زراعيين بنتكلم ممكن ما نطبقش اللي احنا بنقوله. يعني انت احيانا ممكن الغله عندك كويسه مش محتاجه رش، وانت لازم ترش؟ مش لازم. انت عندك الغله حلوه والجمح حلو ومش محتاج رش. مثلا عايز هتديله رشه مثلا مغذي بعد طرد رات المحياه، ورشه هناك قبل الطرد. مش عايز ترش كالسيوم براحتك، مش عايز ترش بوتاسيوم براحتك، ده القرار يرجع لك. انت الارض عندك حلوه وعافيه. ما في ناس عندها الارض ضعيفه، ما انت في ناس عايزه وفي ناس مش عايزه. فيا عم محمد يا سليمان، انا صلى على النبي، متوسط الرش اللي انا قلته لك دهوت يعني في رينج 200 ل 250 عشان ما اكون معاك صريح. فهو دلوقتي اي رش عشان تاخدها مثلا رشه كويسه في نفس الرينج ده. ماشي. لو جمعنا مجمل الرشات كلها، انا ما حسبتها مع ناس طلبتها وكلام من ده، فانا جمعتها في رينج الرشه عامله، يعني طلعت منها الحشائش، طلعت رشه الثانيه هم من اول الرشه اللي هي الفطر الاكروبات النحاس والكلام من ده، وبعد كده يخش بقى رشه مغذي، بعد كده رشه مغذي ثانيه، بعد كده رشه مغذي فيها نترات بوتاسيوم، بعد كده رشه وداخل بينهم رشه فطري، رشتين فطري عشان الصدى. تمام. يعني ندخل بينهم فطر كمان، يعني فطر ومغذيات عشان وقايه للصدى. خلي بالك انت في شهر واحد بعد 60 يوم لازم تنزل بحاجه وقايه للصدى. ما انتش ضامن الدنيا فيها ايه عشان تكون في الصوره. ايه الجو تمام تمام مفيش مشكله، هي رشه والجمح هياخدها وقايه مش اكتر من كده. تمام. بعد كده بنخش بقى قبل الطرد حاجات انت عايز تحجم معاك الحبايه، عايز تطول السبله معاك، كل ده شغال معاك بقى، بتدوا حاجات بوتاسيوم وكلام من ده. فاحنا حبينا نعمل الفيديو ده مخصوص عشان خاطر الاستاذ محمد سليمان. يا استاذ محمد، انا مش انت صلى على النبي، انت لو ارض زرعك كويس ما ترشش. اذا انت عايز تحسن من زرعك ما فيش مشكله. متوسط رينج الاسعار والله نفس القصه، يعني 200 من 200 ل 250 للرشه الواحده. يعني انت مثلا هيكلفك الفدان مثلا من اول الحشائش، هتكلم من اول الحشائش، من رش الحشائش والرشه اللي قبلها كمان، يعني يكلفك مثلا في حدود 2000 2200 2250 في رينج كده. تمام. يا عم نقول 2000 ونص رش، هيكلفني الزرعه كلها هتكلفنا رش 2000 ونص او 3000. انا بقول لك يعني مثلا ده اقصى حاجه يعني.
ده اقصى حاجه لو انا مشيت على الكتاب زي ما بيقول يعني. تمام. يبقى الفكره في كده. فانا مش بقول لك مثلا كل يومين ثلاثه هنرش، لا، ده انا متواصل بين الرشه والرشه حوالي اسبوع 10 15 يوم. يعني مثلا اول رشه في عمر 40 يوم، بعد كده بقى في عمر من 50 ل 60 يوم، يعني بعدها ب 20 يوم الرشه اللي بعدها مثلا من 60 ل 75، عشان يظبط معايا في خلاص بيبقى داخله محضر لي طرد السنابل وعجده، خلاص يعني بتعجد السبله وخلاص يعني السبله في البلغوم، فهي خلاص عايز تبقى انت عايز تديها حاجه قوه ونشاط وكلام من ده. بعد كده بيشتغل قبل الطرد عشان يزود معايا عدد حبوب اللقاح، رشه فطر برضه عشان الصدى، رشه بوتاسيوم عشان يحجم معايا في السنابل والكلام ده كله، تحجيم السنابل الكلام ده كله. تمام. ويزود معاه عدد الحبات في السنابل الواحده ويزود عدد الابراج. تمام. فانا بصراحه انبسطت بالتعليقات ديت. على فكره الحمد لله بنرد على اي حد. اكتب لنا تعليقك، اي استفسار عندك اكتبوا لنا في التعليقات. برضو من التوصيات المهمه في خلال الايام اللي احنا فيها دي في شهر واحد، طبعا الري طبعا ما تاخرش لغايه الرايه الثانيه. يقول لك هنروي في طوب وكلام من ده، لا ما تاخرش. الرايه ديت حط بقيه الجرعه اللي فاضله من التسميد الازوتي. لو ما حطيتش تسميد بوتاسيوم بنعوضها برش ورقي. لو عايز تحط تسميد بوتاسيوم من 25 ل 50 كيلو للفدان، سلفات بوتاسيوم 0.050 وحط حاجه كويسه. ويا استاذ يا محمد يا سليمان، لمعلومات سيادتك وعشان بس لو انت هتحط 50 كيلو سلفات بوتاسيوم للفدان، دي من العناصر الاساسيه اللي النبات محتاجها، خلي بالك كل ما هو اقل من 1000 جنيه في سلفات البوتاسيوم اللي هو 0.050 شعبي عشان تكون في الصوره. كل ما هو اقل، بقول لك بلجيكي، اردني، فرنساوي، كل ما هو اقل من ده شعبي. ودليل على كده خد اي عينه وروح حللها. تمام. تحليلها بس غالي، بس انا بقول لك اصل انا في المعمعه وفي المجال وعارف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. فكل ما هو اقل من اللي هو 1000 جنيه في سلفات البوتاسيوم بالذات ما اقولكش مضمون. مش هقول لك هو يعني مش 0.050، هو هتلاقي فيه يعني ايه اقل من كده، يعني ممكن النص 25% مثلا او 50% مثلا. تمام. فيعني بص صلى على النبي، المبيدات ديت والرش والكلام والمغذيات ما هي الا مصدر. انا برضو الناس بتواصل معايا بيقول لي انا هجيب دي او الراجل عطاني دي. على فكره انا ما مش ببخس حاجه حد. يعني انت جبت مثلا منتج سين معين، مثلا جبت جروب لوم ده من اي حد، اقول لك لا حلو، انا ما اعرفوش بس هقول لك حلو ليه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم. انت طالما جبته منه ما تسالش حد عليه. انت جبته وطالما الراجل طلعه لك يبقى حاجه كويس. دي مش بتاعتي بقى، اهم حاجه مصدرها. تمام. ان شاء الله خير، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم، واتمنى ان الفيديو عجبكم، واتمنى ان انا اكون رديت عليك يا استاذ محمد يا سليمان. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله وفي فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.